السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل صحة واحسن حال. فيديو جديد ووصفة جديدة معانا النهاردة من وصفات مطبخ رودي على اليوتيوب. والنهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الفراخ المشوية، فراخ المطاعم اللي احنا بنشتريها من بره. هنعملها النهاردة مع بعض بطريقة سهلة جدا وبسيطة، يكفي ان انت عاملاها في بيتك يعني ضامنة نظافتها. يلا بينا نبدأ ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونروح للطريقة والمقادير. عندي بقى في الخلاط بتاعك او في الكبة، اي حاجة عندك. عندي بصلة متوسطة قطعتها مكعبات بالشكل ده. هضيف كمان معاها حبتين من الطماطم، انا شلت القشر بتاعهم وكمان البذر. وعندي معلقة صغيرة من التوم المفروم، وقرن فلفل حامي لو انت حباها سبايسي. لو مش حباها سبايسي تقدري تضيفي فلفل بارد. انا هنا ضفت قرن واحد. وعندي كمان نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. وعندي نص معلقة صغيرة من البهارات السبعة، نص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، نص معلقة صغيرة من الكمون، ونص معلقة صغيرة من الكاري، ومعلقة صغيرة بابريكا، وربع معلقة صغيرة من الحبهان المطحون أو الهيل المطحون. وعندي كمان معلقتين كبار من الخل، ومعلقة كبيرة مستردة، وعندي عصير ليمونة. وكل المقادير اللي انا قلتها دي لعمل او تتبيل فرخة واحدة. انا هنا هعمل فرخة واحدة وزنها حوالي كيلو ونص، فالمقادير دي مظبوطة جدا لعمل فرخة. لو انتي هتعملي اكتر من الفرخة هتضاعفي الكمية. عندي كمان معلقة كبيرة من الصويا صوص، ومعلقة كبيرة من صلصة الطماطم او معجون الطماطم، وكمان الملح بقى على حسب رغبتك انتي. انا هنا ضفت معلقة ونص صغيرة وده كان مظبوط جدا الملح بتاعها. في الخلاط بقى او بالهاند بلندر وممكن كمان الكبة، هضرب كل الكلام ده كويس جدا لحد ما يبقى ناعم وبالشكل ده. شايفين ادي التتبيلة بتاعتنا ما شاء الله روعة. عندي كمان ربع كوباية من الزيت، تقدري تضيفيها في المرحلة دي وممكن تضيفيها مع المكونات وتضربيهم كلهم مع بعضهم. هقلبها كويس بالشكل ده كده، وكده التتبيلة بتاعتي بقت جاهزة وزي الفل. خلاص كده. عندي بقى هنا فرخة طبعا غسلاها كويس جدا بدقيق وملح وليمون وخل. وبعدين نشفتها بمناديل مطبخ من المية علشان تشرب كويس من التتبيلة اللي معايا. طبعا بعد ما غسلتها ونضفتها كويس بالشكل ده، الفرخة دي حوالي كيلو ونص. والتتبيلة اللي انا عملتها زي ما قلتلك في الاول، لو هتعملي اكتر من فرخة هتضاعفي الكمية بتاعتك. خلاص. بسكينة بقى كده وهبدأ ان انا اعمل فتحات او انغزها كده بالشكل ده علشان خاطر تشرب كويس من التتبيلة اللي معايا. هجيب بقى التتبيلة اللي احنا عملناها مع بعض وهضيفها فوق الفراخ بالشكل ده. بجد هتاكلي اجمل فراخ في الدنيا. جربي التتبيلة دي، ريحتها هتجيب اخر الشارع. بعد كده بقى همسك الفرخة من جوه ومن بره وتحت الجلد، وهبدأ ان انا ادعكها كويس جدا بالتتبيلة. ادعكيها كويس جدا علشان التتبيلة تتغلغل كده جواها وتشرب كويس من التتبيلة وهتديكي طعم جميل جدا. همسك الفراخ بتاعتي وهبدأ ان انا ادعك فيها كده بالتتبيلة من جوه ومن بره زي ما قلتلكوا وتحت الجلد. وهنسيبها بقى في التلاجة. تقدري تعملي الخطوة دي لو مثلا انت مستعجلة هتسيبيها ساعة ساعتين في التتبيلة، بس بصراحة كل ما بتقعد وقت أطول كل ما بتديكي نتيجة أحسن. خلاص كده الفراخ بتاعتنا اتبلت وبقت جاهزة وزي الفل. طبعا انا كنت عاملاها من بالليل، يعني انا جهزتها من بالليل وبعدين غلفتها بقى ببلاستيك راب وحطيتها في التلاجة لتاني يوم. بجد كانت ريحتها وطعمها في منتهى الجمال. غلفتها كده ببلاستيك راب وهحطها بقى في التلاجة لتاني يوم. لو انتي مستعجلة زي ما قلتلك هتعمليها على طول، بس بصراحة ما بتقعد في التتبيلة وقت اطول بتديكي نتيجة احسن. خلاص. هشيلها بقى في التلاجة لتاني يوم وبعدين بقى هنشوف هنعملها ازاي مع بعض. خلاص كده يا بنات، تاني يوم بقى الفراخ بتاعتي اهي بقت جاهزة. هبدأ بقى ان انا ايه
شايفين اهي. في المرحلة دي تقدري تضيفي معاها خضار، يعني لو انت حابة تضيفي معاها مثلا كوسة، بطاطس، جزر، بسلة، فاصوليا، اي نوع خضار انت حباه تقدري تعملي كل ده مع بعضه وتضيفيه مع الفراخ، بيديكي طعم في منتهى الجمال. بس انا في الوقت ده كنت عاملة معاها محشي، ما ضفتش معاها خضار. بعد كده غطيتها بقى بورقة زبدة وبعدين ورقة فويل، وهدخلها بقى الفرن على درجة حرارة عالية، بتاخد حوالي ساعة ونص معاكي على حسب نوع الفرن بتاعك. خلاص، بعد ما بتستوي بقى كويس جدا معايا، ببدأ ان انا اكشف بقى عليها، اشيل ورقة الفويل دي خالص، هشيلها من عليها وابدأ ان انا اشغل الشواية لحد ما تاخد اللون الحلو ده. خلاص بقى كده، شايفين الفراخ بتاعتنا بجد طعمها وشكلها كمان يفتح النفس. رشيت بقى عليها كده تحتها شوية من البقدونس، وفوق كمان كده شوية من البقدونس، علشان بس أكسر اللون بتاعها، وكمان هيديني شكل حلو. وبقت الفراخ جاهزة معانا وزي الفل. أتمنى فعلا إن انتوا تجربوها، متأكدة إن هي هتعجبكم، مش هتشتريها تاني من بره أبدا. يكفي إن انتي عاملاها في بيتك وبإيديكي، يعني ضامنة النظافة بتاعتها. هنعملها في بيتنا على طول، بجد الولاد هيحبوها جدا. هتسيبي كل الاكل اللي جنبها وهتاكلي من الفراخ دي بس. اجمل تتبيلة في الدنيا ممكن تعمليها، تنفع كمان للعزومات، بجد رهيبة. اتمنى ان انتوا تجربوها. شايفين بقى الفراخ بتاعتنا ما شاء الله تفتح النفس. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة يا بنات. أتمنى بقى تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب. ولو انتي أول مرة تزوري قناتي أو تشوفي قناتي، أتمنى تعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناة. وأشوفكم إن شاء الله على خير في فيديوهات ووصفات جاية كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.